شاب وسيم، صاحب شخصية مميزة وجذابة، لكن اللي محدش كان يتوقعه إن وسامة الشخصية دي تخبي وراه وحش آدمي تسبب في 5 سنين من الرعب لأهل اسكندرية. عمل سلسلة جرائم مرعبة ووحشية من سنة 1948 لحد سنة 53. جرائم قتل ما تقلش وحشية عن جرائم راية وسكينة، بالعكس يمكن تكون أفظع من كده كمان. النهاردة هنتكلم عن سعد اسكندر عبد المسيح، سفاح كرموز. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة يا صاحبي عشان يوصلك كل جديد ونقدر نوصل لناس أكتر. ويلا حضر كوباية القهوة والشاي واستعد عشان تسمع قصة النهاردة. الحكاية بدأت من محافظة أسيوط. سعد اسكندر كان شغال في مصنع الغزل والنسيج، مصنع صغير بتاع أخوه. وفي يوم من الأيام اتعرف سعد على واحدة أرملة كانت أكبر منه في السن، لكنها وقعت في حبه بطريقة قوية جدا. حبته من كل قلبها ووثقت فيه واديته كل حاجة تملكها، وكمان عرفته مكان كل فلوسها. كانت ست غنية جدا، بس هي ما كانتش تعرف إن دي غلطة عمرها، غلطة هتدفع ثمنها حياتها. في ليلة من الليالي قرر سعد إنه يقتل الأرملة دي. راح لها، خبط عليها، فتحت له، دخل وطعمها أكتر من مرة في ظهرها، وقعت على الأرض وماتت في الحال. وأما سعد هرب بكل فلوسها، كل حاجة كانت ليها قيمة في بيتها أخدها. ودي كانت أول جريمة من جرائم سفاح كرموز. سعد هرب على اسكندرية وأجر مخزن صغير للقطن والغزل والنسيج في حي راغب باشا بكرموز، واللي اتحول بعد كده مسرح لأفظع الجرائم اللي نفذها. وكمان مقبرة دفن فيها كل البنات اللي وقعت في غرام الوحش اللي مفيش في قلبه أي رحمة ده، واللي عددهم لما زاد وبدأت بنات كتير تختفي في كرموز ومحدش كان بيلاقي ليهم أي أثر، سواء أثر حي أو أثر ليهم وهم ميتين. الرعب بدأ يدب في قلوب الناس كتير رجعت لها ذكريات راية وسكينة وذكريات الموت والقتل اللي كان منتشر في كل شوارع اسكندرية. وفي حي غبريال الشعبي ارتبط سعد بواحدة اسمها فاطمة، كانت بتحبه برضه. قدر يوقعها بوسامته وشخصيته الجذابة جدا لأي بنت. كان دايما بيروح عندها، بس شكله بالنسبة للجيران كان مريب. فقررت فاطمة تقول إن سعد ده أخوها الكبير عشان تبرر وجودها عنده. في ليلة من لياليهم كانوا بيتكلموا، وجت سيرة الشقة اللي جنب فاطمة، وقالت له إن في ست عجوزة اسمها بامبا، عندها حوالي 90 سنة وعندها فلوس كتيرة جدا شايلاها في الشقة. تفتكر كلام زي ده يعدي على سفاح زي سعد؟ أبدا. تاني ليلة سعد راح عند فاطمة، بس ما دخلش شقتها، دخل على شقة بامبا. كان معاه سطور، دخل عليها وهي نايمة وقطع راسها وبكل وحشية. الست العجوزة ماتت غدر، وسعد أخد كل فلوسها. لكن يشاء القدر إنه هو خارج من عندها يعمل دوشة، وده خلى الجارة قطوطة تصحى، حست إن في حاجة مش طبيعية. فدخلت شقة بامبا، لكن اتفاجئت بسطور نازل على راسها من ورا الباب. وقعت على الأرض. سعد هرب، بس ما كانش يعرف إن قطوطة ما ماتتش. الست قطوطة بعد ما فاقت راحت على اسم الشرطة وبلغت، قالت لهم إن اللي قتل بامبا هو أخو فاطمة، واتقبض على سعد. لكن بسبب التناقض في أقوال قطوطة، محامي سعد استغل الثغرة دي وقدر يخرجه بكفالة مالية. لكن بعد الجريمة دي واللي عملت دوشة وسمعت في اسكندرية كلها، سعد قرر إن هو يختفي شوية، وفعلا خرج من كرموز وراح على طرق المحمودية. بس رجع تاني بعد فترة، أجر شونة لتخزين الغلة وخوط النسيج. وفي يوم عدى عليه تاجر قماش، سعد استضافه جوه علشان يشرب معاه حاجة، لكن التاجر المسكين ما يعرفش ان ده اخر يوم في عمره. سعد كعادته غدر بيه، قتله وبكل وحشية قطع راسه
ودفنه في أرض الشونة. وبرضه ما اكتفاش بكده، لا، استدرك تاجر حبوب مشهور وقتله بنفس الطريقة البشعة وأخد منه 500 جنيه. وقتها كان مبلغ، لكن هو بيموت تاجر صرخ حاول يهرب، لكن سعد جري وراه لحد ما قتله. الصدفة وحدها هي اللي أنقذت الوضع. كان في عامل راكب عربية معدي من قدام الشونة وشاف اللي حصل وبلغ الشرطة على طول، والشرطة في وقتها وصلوا ولو الرجل مقتول، لكن سعد كان اختفى. بس وهم بيفتشوا الشونة لقوا حفرة غريبة. قرروا يحفروا واتصدموا لما لقوا جثة تانية متعفنة ولقوا عظام بشرية. الخبر انتشر والناس كلها عرفت ان سعد اسكندر عبد المسيح هو سفاح كرموز. لكن الأسطورة كانت بدأت تكبر. سعد رجع أسيوط عشان يقدر يستخبى هناك من الحكومة. لكن عند مدخل البلد العربية اللي راكب فيها وقفت على كمين تفتيش روتيني كان واقف فيه الملازم فخري عبد الملك. الملازم دخل وشك في واحد وسأله اسمك ايه؟ رد قال له جورج عبد السلام. سأله تاني اسمك ايه؟ رد جورج عبد الملك. الشك اتحول ليقين. الملازم عرف ان اللي قدامه هو سعد اسكندر عبد المسيح وقبض عليه في ساعتها. سعد اتقدم للمحاكمة 4 مرات، مرتين خد فيهم مؤبد بتهمة قتل تاجر القماش وتاجر الحبوب، ومرتين خد إعدام. لكن المحامي الشهير في الوقت ده البير بدر محامي سعد حاول يوقف تنفيذ الإعدام بشكل مؤقت، لكنه منجحش. من حظنا إن هو منجحش. وفي صباح يوم 25 فبراير سنة 1953 سعد دخل غرفة الإعدام، وفي سجن الحضرة بالإسكندرية سألوه نفسك في ايه قبل ما تتعدم؟ طلب سعد كان غريب جدا لواحد داخل على إعدام، واحد دي آخر لحظات في حياته. طلب كوباية مية وسجارة. كان صاحب كيف وبالفعل نفذوا له طلبه، وبعد ما شربهم تم تنفيذ حكم الإعدام عليه. وبكده تنتهي قصة من أكتر القصص المرعبة في تاريخ مصر واسكندرية، واللي فضلت والوقت مش قليل، تقريبا أكتر من 5 سنين بتدب الرعب في قلوب كل اللي في اسكندرية. وخلصت بكده أسطورة سفاح كرموز. لحد هنا حلوين، وخلينا أفكرك تاني لو نسيت، لو عجبتك القصة ما تنساش اللايك التمام وشير مع الناس اللي بتحبهم علشان نستمر في تقديم محتوى أكتر وأكتر. وقولوا لنا في الكومنتات تحب الفيديو الجاي يبقى عن مين، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام.